حبايبي الحلوين، طلبة تانية ثانوي، عندنا فيديو جامد جدا الفروق بين الكلمات اللي بيمهد الطريق لتالتة ثانوي. مش بس ان انت تجيب فول مارك في تانية، بعد ما كمان خلصنا لك فيديو الجرامر وفيديو النوفل عشان تجيب فول مارك وانت قاعد كده زي الباشا على اليوتيوب او معانا في السنتر ان شاء الله. الفول مارك والتأسيس لتالتة ثانوي. يلا بينا على احلى فروق كلمات الصف الثاني الثانوي انجليزي مع ميس يسرا حسن. طلبة الصف الثاني الثانوي، عندنا فروق الكلمات السنة دي مهمة. ليه؟ لأنها بتمهد لي طريق تالتة ثانوي. كوباية القهوة بتاعتك كده هنخلصهم في قعدة واحدة عشان ما تصدعش. فيها في الفروق، فيها ازاي تختار بين الكلمات دي، فيها ازاي تخليك تحل ترجمة، وكمان لو جات لي سينونيم أو أنتونيم، فروق الكلمات في المعنى والمضاد في القطعة، فدي بتخدم كل أنواع الأسئلة. يلا بينا. المنهج ابتدى بكلمة نوتس وديتكت وأوبزيرف. إيه الفرق؟ يلاحظ، يلاحظ، يكتشف. طب ايه الفرق بينهم؟ قال لي كلمة نوتس يلاحظ شيء، تمام، عن طريق الصدفة، زي I noticed that she changed her hairstyle، وانا ماشي كده لاحظت انها غيرت تسريحة شعرها. اما كلمة ديتكت يكشف او يرصد، يكتشف او يرصد حاجة، زي مثلا this blood test، ضغط الدم او نوع الدم ده كان detect the disease، بيبين المرض اللي موجود. يبقى انا لو عملت فحص دم يبين لي المرض، يبقى ديتكت معناها يكشف، يكتشف او يرصد شيء. اما كلمه observe معناها يلاحظ، زي ريسيرشر الباحث observe the children's behavior، بيدرس وبيكشف وبيلاحظ سلوك الاطفال. يبقى انا عندي كلمه نوتس ملحوظه عاديه، عندي كلمه ديتكت يكتشف او يرصد شيء عن طريق البحث، عندي كلمه observe معناها يلاحظ بايه؟ بملحوظات او يدون ملحوظات على سلوكيات حد. بعد كده عندي كلمة هول وسبيس وجاب، فتحة أو فجوة، فتحة أو فجوة. طب إيه الفرق؟ قال لي هول معناها ثقب، زي الثقب في الحيطة هنا ده بيتقال عليه هول أو هول في الأرض. فكلمة هول معناها حفرة أو ثقب، حفرة أو ثقب، حفرة في الأرض أو ثقب في الحائط. عندي كلمة سبيس معناها مساحة أو فراغ، زي المسافة أو المساحة اللي بيني وبين الكاميرا، فدي كده بيتقال عليها سبيس، بيتقال عليها إيه؟ سبيس. عندي برضو كلمة جاب، دي فجوة، ودايما بتيجي مع الحاجات المعنوية. جاب اللي هي الجاب اللي بين الجنريشنز، الفجوة اللي بين الأجيال، إن حد كبير وحد صغير بيجوا يتكلموا مع بعض ما بيفهموش بعض. يبقى كلمة هول معناها ثقب أو حفرة، كلمة سبيس مساحة أو فراغ، كلمة جاب معناها فجوة بين شيئين منفصلين. بعد كده ايه الفرق بين كلمة ممبر وأورجن؟ ممبر معناها عضو في عائلة أو عضو في نادي، زي مثلا ان في واحد عضو في النادي الاهلي او عضو في النادي الزمالك، هو ممبر. او ممبر مثلا in a rich family، هو عضو في عيله غنيه، او في بور فاميلي في عيله فقيره. اما كلمه اورجن معناها عضو في جسم الانسان، زي مثلا your heart is an organ، القلب بتاعك ده اورجن. يبقى اورجن معناها عضو في جسم الانسان، لكن ممبر معناها عضو في ايه؟ في فريق او عضو في عيله. بعد كده عندي كلمة شاي وأشيمد. الفرق بينهم؟ قال لي كلمة شاي معناها خجول، زي البنات الحلوة حتى بيبقوا عندي في السنتر اللي لهم شاي. الشاي ده اللي وشه بيحمر وخدوده تحمر. حتى وانا بشرحها للولاد عندي في تانية ثانوي قلت لهم احنا رجالتنا ما بتبقاش شاي، الراجل بيبقى بريف، بيبقى سترونج، بيبقى كارجيوس. اما البنوته لو كلمتها بتبقى شاي. يبقى شاي دي صفه للبنات انها خجوله والشعر بيحمر فبتتكسف. اما كلمه ashamed ده بقى بنات وولاد، لو انت عملت حاجه غلط فبتبقى ashamed اللي هي خجلان او يشعر بالخجل من شيء. زي مثلا انت بوظت حاجه فباباك بيقول لك ايه اللي انت عملته ده؟ I feel ashamed. ينفع اقول I feel shy ولا feel ashamed؟ ساعتها ببقى ashamed. يعني ايه ashamed؟ خجلان من نفسي او مكسوف من خطأ انا عملته. بعد كده ايه الفرق بين كلمة ستاف وكرو وكاست؟ كلهم معناهم فريق او مجموعة من الناس. عندي كلمة ستاف معناها هيئة الموظفين في شركة او مصنع. ستاف هيئة الموظفين في شركة او مصنع، خلي بالكم انها مكتوبة بالايه. ستاف معناها طاقم العمل او العاملون في مؤسسة او مدرسة. يبقى حتى احنا كان عندنا في المدرسة بنكتب ستاف روم، غرفة المعلمون. خلاص كده يبقى احنا جوه المكان ده تيتشرز، يبقى في اللحظة دي هقول ستاف. أما كلمة كرو طاقم العمل في سفينة أو طائرة أو فريق لتشغيل آلات، يعني لو في فريق كده داخل ينظم حاجة أو يشغل حاجة ده بيتقال عليه كرو. يبقى كرو معناها طاقم عمل في سفينة أو طائرة أو لتشغيل حاجة.
عندي كلمة كاست معناها طاقم الممثلين، الناس اللي هم بيمثلوا في الفيلم أو في المسرحية بيتقال عليهم كاست. اتسألت برضو طيب لو بابا شغال في مصنع، الناس اللي في المصنع قلت لهم برضو ستاف. تمام؟ طيب لو فريق من الفنيين أو العمال بيتقال عليهم كرو. يبقى أنا دلوقتي حسب المكان وحسب طريقة الشغل اللي في المكان. بعد كده الفرق بين كلمة بابليك وكلمة جنرال. كلمة بابليك عام وكلمة جنرال عام. طب ايه الفرق؟ قال لي كلمة بابليك عام ينفع لكل الناس، زي مثلا بابليك ترانسبورتيشن النقل العام، ده مثلا ميكروباص، ده مثلا اتوبيس، يا الباص والكلام ده بيتقال عليها بابليك ترانسبورتيشن اللي هو النقل العام. يبقى كلمة مملوكة لكل الناس وبتصلح لاستخدام الجمهور. قال لك the city has public library، في مكتبة مفتوحة لكل الناس اللي موجودة في المدينة. أما كلمة جنرال معناها عام شائع غير محدد. أنا مثلا لما حد يجي يسألني مس يسرا ممكن تديني جنرال ايديا، فكرة عامة عن منهج ثالثة ثانوي، فأقول لك أوكي والله المنهج ده بيعتمد على كذا، الطالب المفروض يفهم كذا اللي هي المين بوينتس. يبقى أنا كده اديت لك جنرال ايديا. الفكرة العامة بيتقال عليها جنرال، حاجة تنفع لكل الناس بتبقى بابليك. برافو عليكم. بعد كده ايه الفرق بين كلمة أكر وتيك بليس؟ أكر معناها يحدث وتيك بليس معناها يحدث. طب ايه الفرق يا مس يسرا؟ الاثنين معناهم يحدث. طب لو جولي في الاختيارات قلت له كلمة أكر بتحدث للحاجات الغير متوقعة، تحدث للأشياء الغير متوقعة زي الحوادث، زي المشاكل، زي الزلازل. الزلزال لما بيحصل بيبقى أكر لأن أنا ما بيبقاش حاجة متجهز لها، حادثة occurred، the accident occurred. طب ينفع أقول took place؟ قال لي لا. take place معناها بيحدث أو يقام، ودايما بيبقى حاجة منظم ليها، زي مثلا the conference المؤتمر ماله took place in شرم الشيخ، حدث أو نظم في شرم الشيخ. يبقى كلمة occur معناها يحدث لحاجة مش متوقعة وتطرق فجأة وغير منظمة. أما كلمة take place معناها يحدث بس لشيء منظم، زي حفلة عيد ميلادك، زي مؤتمر، زي ايه، زي حفلة، زي ما قلنا في ايه، في الأسرة بتاعت حضرتك. بعد كده عندي ايه الفرق بين كلمة لوجو وسلوجان؟ لوجو وسلوجان ايه الفرق بينهم؟ قال لي كلمة لوجو معناها شعار أو صورة، زي مثلا أنا بعمل لنفسي لوجو، ده بيبقى الرسمة، أي رسمة بيعملها مدرس أو بيعملها مثلا مدرسة أو بيعملها مصنع أو بيعملها أي مكان، ده اللوجو اللي هي الصورة. اوكي، انت مجرد ما هتشوف الصوره دي هتعرف ان دي مستشفى 57، هتشوف الصوره دي مثلا هتعرف ان دي منظمه كذا، خلاص ده اللوجو بتاعهم. اما كلمه سلوجان معناها شعار، جمله قصيره، زي كنت وانا في السنتر بشتغل مع الولاد قلت لهم طيب بصوا كلمه سلوجان ده الكلمه نفسها، زي مثلا اقول لكم اللي انا قلتها في السنتر تايجر اكبر وسيطر مثلا، ده كيس شيبسي اتحط مثلا على عنوان على بوستر كبير، فانت مجرد ما هتشوفه خلاص كده من خير الطبيعه، ما اهي من خير الطبيعه. ده بيتقال عليها ايه؟ القراءه للجميع اللي هي reading for all. reading for all is a لوجو ولا سلوجان؟ لا يا حبيبي ده سلوجان. يبقى سلوجان معناها شعار بجملة، أما اللوجو شعار بصورة. بعد كده عندي كلمة لاونج. لاونج دي معناها يطلق أو يبعث، يطلق أو يبعث، بس المنهج عندنا بيديني كذا كلمة المعنى لاونج. عندي كلمة لاونج معناها يبدأ شيء مهم جدا، يبدأ شيء مهم، زي مثلا the government plans to launch a nationwide vaccination. والله الحكومة بتخطط انها تعمل برنامج للتطعيمات، فهي كده لانشت بتطلق او بتبعث حاجة مهمة جدا للشعب. عندي برضو كلمة لاونش معناها يطلق منتج جديد للبيع، يعني مثلا شنطة، شوز جديد، براند جديد، فانا بلاونش الحاجة دي. اوكي، عندي كلمة لاونش معناها يطلق صاروخ او قمر صناعي او مركبة فضائية. يبقى كلمة لاونش معناها يطلق منتج، كلمة لاونش معناها يبدأ شيء مهم، كلمة لاونش معناها يفتح برنامج، يبدأ أو يفتتح برنامج أو كمبيوتر أو تطبيق. يبقى أنا كده عندي كام كلمة لكلمة لاونش؟ عندي 4 معاني. شطارتكم في منهج تانية ثانوي إن أنت تعرف للكلمة أكتر من معنى، بتعرف بقى يبدأ، يتطور، يطلع فكرة، يبدأ مشروع، يبدأ حاجة مهمة، تنطلق للمشاريع والأبحاث، يطلق قمر صناعي. كل الكلمات دي بتيجي بمعنى لاونش. بعد كده
الفرق بين كلمة الكترونيك والكتريك، ايه الفرق؟ قال لي كلمة الكترونيك حاجة الكترونية، زي مثلا الكترونيك ديفايس، جهاز كهربي، جهاز كهربي، حاجة بالهاي تك بالتكنولوجيا العالية. خلاص كده سمارت بورد دي بتتقال عليها الكترونيك. كل الالكترونيكس اللي هي الالكترونيات، زي مثلا I used electronic dictionary اللي هي الحاجات اللي متحملة على التليفونات، ده الكترونيك. اما كلمه الكتريك حاجه شغاله بالكهرباء، زي مثلا الكتريك فان اللي هي المروحه الكهربائيه، او الكتريك كاتل اللي هي الغلايه، او مثلا الكتريك كار شغاله بالكهرباء. يبقى اي شيء شغال بالكهرباء بيبقى الكتريك الكتريك الكتريك. اي حاجه ليها علاقه بالالكترونيات وبرامج التشغيل اللي هي السوفت وير شغاله بالحاجات دي بتبقى الكترونيك. برافو عليكم. بعد كده ايه الفرق بين كلمه بيرميشن وبرميت ولايسنس؟ رخصه، تصريح، كلهم ليهم علاقه ببعض. طيب كلمه بيرميشن معناها اذن، الموافقه على فعل شيء، غالبا ما تكون شفويه او ضمنيه. يعني انا اديت لك بيرميشن زي must give permission from your parents، يعني ايه؟ لازم تجيب اذن من باباك ومامتك عشان تعمل الحاجه دي. بابا انا هتاخر، يلا يا ابني روح، ماشي روح انا معاك. هو كده بابا اداني بيرميشن، اداني كده ايه؟ بيرميشن. بس هو ما كتبليش على ورقه، ما ادينيش ورقه وقال لك يلا يا احمد امشي الساعه كذا وتعالى الساعه كذا، خلاص كده فهو ادالك الاذن. بابا ممكن استلف عربيتك شويه اروح بس النادي، اروح اوصل صاحبي، طب هروح يا بابا الدرس وارجع. فهو قال لك ماشي يا حبيبي بس خلي بالك من نفسك وسوق بالراحه. يبقى هو كده ادالك ايه؟ بيرميشن. يبقى بيرميشن اذن او موافقه على شيء، ودايما بتكون شفويه. اما البرميت لا، ده تصريح بقى، تصريح بورقه بقى واذن وختم بقى، واحنا طالعين من المدرسه ناخد برميت. باباك ومامتك طالعين من شركه او مصنع يبقى برميت. يبقى انا كلمه برميت معناها ايه يا مس يسرا؟ معناها تصريح او وثيقه رسميه تمنح للاذن. زي يو نيد ا باركينج بيرميت، انت بتبقى محتاج اذن ان انت تركن يور كار. ليه؟ ان ده تصريح لمكان رسمي. كلمه لايسنس دي رخصه، كلمه لايسنس معناها رخصه، ودايما بتيجي لرخصه القياده، رخصه مثلا لمزاوله مهنه. فاهمين اقصد ايه؟ ما ينفعش نبقى مدرس او يبقى مثلا مهندس او يبقى دكتور من غير ما يبقى معاه لايسنس، معاه رخصه، معاه بطاقه بتقول ان هو ينفع يعمل الحاجه دي. يبقى انا كده عندي كلمه بيرميشن معناها اذن شفوي، بيرميت تصريح مكتوب ورسمي، كلمه لايسنس رخصه او ترخيص لمزاوله مهنه او للسواقه او لشركه. بعد كده ايه الفرق بين كلمه ايرور وميستيك ومسبرنت؟ حلوه قوي. دي معناها خطأ ودي معناها خطأ ودي معناها خطأ. ايه الفرق؟ كلمة ايرور معناها خطأ فني، ايرور معناها خطأ فني. لو لا قدر الله حصل في الشاشة دي عطل وانا بشتغل بيتقال عليها ايرور. ليه؟ بجيب التكنيشن الفني، يا مستر ابراهيم تعالى اتفضل ظبط لي مثلا السمارت بورد، يبقى كده حصل ايرور. كده حصل ايه؟ ايرور. يبقى كلمة ايرور خطأ فني او منهجي في النظام. خلاص كده بيقول لك the system crashed due to programming error. كلمة ميستيك معناها خطأ شخصي، وانتوا في اللجنة بتعملوا ميستيكس، احنا بنصحح لكم how many mistakes. يبقى كلمة الميستيك خطأ في الامتحان او خطأ شخصي في فعل. مثلا باباك او مامتك يقول لك you made a mistake، حبيبي انت عملت غلط. فالميستيك خطأ سلوكي او خطأ في امتحان، خطأ سلوكي او خطأ في امتحان. عندي كلمة misprint ده خطأ مطبعي، يعني مثلا في حد بيكتب وهو بيكتب كتب مثلا حرف الاي بدل الاي، كتب اي بدل الاو، عادي بتحصل واحنا بنكتب، ده طبيعي، ده بيتقال عليها misprint. او طبع الكتاب فيه غلطة، او طبع الكتاب فيه غلطة. يبقى كلمة error معناها خطأ فني، كلمة mistake خطأ شخصي في السلوك او في الامتحان، كلمة misprint خطأ في الطباعة. عندي كلمة monitor وجارديان، مانيتر او منتر وجارديان. ايه الفرق بين كلمه منتر وجارديان؟ المنتر ده مرشد او موجه، منتر معناها مرشد او موجه للنمو الشخصيه، حد بيقول لي اعمل كذا وما تعملش كذا، خلاص ده ممكن يبقى السلوكيات زي she found the mentor in the company who helped her advance. وطبعا كل موجهينا العظماء اللي اشتغلنا معاهم علمونا ازاي نشتغل وازاي نشرح وازاي نبقى مدرسين متفاعلين معاكم تمام في التربيه والتعليم بقالنا فتره طويله، فهم كانوا they were our mentors، حافظاهم بالاسم واشكرهم واحد واحد، طبعا كلهم فوق راسي تمام. اما كلمه guardian ده حارس وصي بقى لحد لا قدر الله باباه ومامته توفوا، فكان مثلا جده او جدته او عمه او خاله هم الجارديان. الجارديان ده حارس على أطفال أيتام، حارس
على اطفال ايتام بفلوس. يعني ايه؟ هو بيخلي باله من فلوسهم، خلاص، بيحمي ممتلكاتهم لحد ما يوصلوا السن المناسب ويديلهم حاجتهم. يبقى after the accident her aunt became her legal guardian. يبقى المرشد والموجه اللي عندنا في الشغل اسمه منت. اما الجارديان ده الشخص اللي بياخد باله من فلوس الاطفال الايتام، الواصي او الحارس او الراعي. عندي برضو كلمة كيبر، في برضو كلمة اسمها كيبر خدناها برضو قبل كده مع الطلبة عندي. كيبر معناها حارس، بس حارس نظافة، اللي هم الناس الجميلة اللي تنظف السلم، تنظف لنا العربية. الناس دي بقى في قمة الأدب والأخلاق واحنا معاهم برضو كده، يبقى هم كيبرز. تمام؟ كيبر اللي هو بيبقى حارس المكان. بعد كده عندي كلمة جاستشر وساين وسيجنال. ماشي؟ كلمة جاستشر وساين وسيجنال. اوكي؟ تاني gesture sign signal. ايه الفرق؟ قال لي كلمة gesture معناها إيماءة بالجسد. زي مثلا واحد يقول لي ميس عايزة أروح التويلت مثلا واحنا في الفصل، can I go to the toilet please؟ أقول له أنا ما اتكلمتش، أنا عملت علامة كده براسي أو بإيديا، خلاص، أو بالجسد، دي بيتقال عليها gesture. يبقى الجاستشر إيماءة أو حركة ذات معنى، حركة جسدية بتعبر عن شعور أو شعور أو فكرة. هو فاهم ان انا قلت او فاهم ان انا قلت لا من غير ما اتكلم، فدي اسمها جستشر. دي اسمها ايه؟ جستشر. ساعات مثلا باباك او مامتك بيعملوا حاجه فيعملوا مثلا بيصلي فيعمل لك خلاص، يعني في حد بيرن هو بيعمل علامه بايديه، خلاص كده، فعمل كده براسه، خلاص انت فهمت ان في حاجه، فبتتحرك من غير ما يتكلم. اما كلمه ساين معناها علامه او يافطه ثابته، رمز، علامه، اشاره ثابته، رمز او رسم متفق عليه، لافته، خلاص، اللي هي اليافطه، علامه على حدوث شيء انت حاسس ان في حاجه هتحصل. زي مثلا قال لي ده ايه؟ ده ماينس ساين اللي هي علامه الناقص. خلاص، عندي ذا ساين اوف ذا دور اللي هي علامه الباب، بتبين ان ده محل مقفول اللي هو قفل الباب. A score of 80 or more is a sign that you are doing very well. لما انا جبت سكور 80 ده a sign that I'm doing well، ده معناها ان انا بتقدم. يبقى كلمه sign بتيجي بمعنى علامه او اشاره، كلمة ساين بتيجي بمعنى يافطة ثابتة، كلمة ساين بتيجي على علامة على حدوث شيء. أما كلمة سيجنال دي بقى بتبقى إشارة ضوئية، أوكي؟ إشارة لاسلكية زي الإشارات اللي موجودة على التليفونات، حتى أنت نفسك بتقول ده التليفون مسقط شبكة أو التليفون مسقط سيجنال. كلمة سيجنال معناها إشارة لاسلكية أو إعطاء ضوء لشخص إنه يتحرك، زي مثلا ده رفري الحكم blew the whistle، صفر as a signal صفر اهو، معرفش اصفر to start the game عشان يبدأ المباراة. يبقى الصفارة بتاعت الحكم هل هي ساين ولا سيجنال؟ لا، هي سيجنال لانها اشارة صوتية. يبقى اي اشارة صوتية او اشارة بالعين ضوئية ده بيتقال عليها سيجنال. بيتقال عليها ايه؟ سيجنال. الناس الشاطرة فيكم تقول لي اشارات المرور، هل ترافيك، كلمة ترافيك أقول عليها ترافيك ساينز ولا ترافيك سيجنالز؟ دوروا عليها وقول لي، والشاطرين يقولوا لي في الكومنتس ايه هي الكلمة الصحيحة لكلمة ترافيك. هل المرور بيتقال عليه ساين ولا سيجنال؟ تعالوا نشوف. عندي كلمة ليجند معناها أسطورة، عندي كلمة ماث معناها أسطورة، عندي كلمة فابل معناها أسطورة. قال لا، طب إيه الفرق يا مس يسرا؟ قال لي كلمة ليجند أسطورة حية، يعني بني آدم كان عايش وعمل حاجة جامدة جدا. زي مين مثلا؟ بروفيسور مجدي يعقوب، أنا بحب الراجل ده جدا، بحترمه جدا، خلاص، بحترمه كإنسان، قد إيه ساعد الناس. he is a real legend. he is a real legend. يعني إيه legend؟ هو عمل حاجة عمر ما حد يعرف يعمل زيه. مثلا واحد زي أحمد زويل legend، أحمد المنسي القائد المصري he is a legend. أما كلمة myth معناها خرافة، يعني بس قصة خرافية، زي إيزيس وأوزوريس دي myth. زي الدراجون حيوان التنين، أوكي، ده بيتقال عليه myth. ليه myth؟ لأنه خرافة مش حقيقية، خرافة غير حقيقية. عندي كلمة فابل معناها قصة أسطورية، زي قصة الأرنب والسلحفاة، زي قصة الفار والأسد. تمام؟ مامتك كانت زمان أو باباك يقعد يقول لك كان في زمان أسد ماشي في الغابة وحصل كذا، ما تعملش زيه، فأنت قاعد بقى إيه؟ بتسمع وتنام بالليل زي الفل، بس أنت اتعلمت ما تبقاش مهمل زي الأرنب، خلاص؟ ما تبقاش متكبر زي الأسد، فأنت اتعلمت قصة
عن حيوانات للطبيعة تتنقلها الأجيال بتهدف لنصيحة أو تعلم شيء غير محدد أو محدد. بعد كده عندي كلمة سين وسايت وفينيو. إيه الفرق بين الكلمات دي؟ قال لي كلمة سين معناها مشهد في فيلم أو مسرحية. سين معناها مشهد في فيلم أو مسرحية، زي مثلا the scene of the film. حاجة كمان كلمة سين بتيجي بمعنى مشهد للحادثة، اوكي؟ the crime scene اللي هي الجريمة، اوكي؟ سين معناها مشهد لشيء وحش، زي من فترة كده حصل ان حد عمل حاجة وحشة وصوروا مكان ما مات، ده بيتقال عليها سين. اما كلمة سايت موقع، تنفع حاجتين، يا اما موقع الكتروني، اوكي سايت اهي، يا اما موقع بناء اللي هي بيلدينج سايت، او ايه تاني يا يسرا؟ برافو عليكم، اللي هي الكترونيك سايت لو موقع الكتروني. حتى انا قلت الكترونيك، لسه مفرقين بين الكترونيك والكتريك. يبقى كلمة زي ما قلنا انا وانتوا دلوقتي، كلمة سايت معناها موقع الكتروني او موقع بناء، موقع الكتروني او موقع بناء. اما كلمة فينيو، جميلة كلمة فينيو اهي، معناها موقع لحدث، موقع لحدث زي اجتماع. الرئيس لما بيعمل مؤتمر في شرم الشيخ، بالنسبة لنا شرم الشيخ بتبقى ايه؟ سين مشهد وحش، مكان وحش، ولا سايت موقع بناء وموقع تصوير او موقع الكتروني، ولا فينيو مكان الاجتماع ومكان الحفلة ومكان المؤتمر. فينيو معناها مكان المؤتمر. فينيو معناها ايه يا بنات او يا شباب؟ بنات برافو عليكم، المؤتمر اتعمل فين؟ حتى مرة الولاد سألوني ميس أنا لو مثلا حفلة جواز أختي في نادي مش عارفة، قلت لهم النادي ده بيبقى فينيو، لو مكان التقاء الأسرة. نقولها تاني، يبقى كلمة سين مشهد، كلمة سايت موقع، كلمة فينيو مكان حدث زي فيلم، مسرحية، حفلة، لعبة، مؤتمر. بعد كده عندي ايه الفرق بين كلمة سين وسايت وفينيو؟ مكان. ايه الفرق؟ قال لي كلمة سين معناها مكان او مشهد شيء وحش، زي مثلا مكان حد مات فده سين، بيتقال عليها مشهد الحادثة، مشهد الجريمة. سواء كلمة سين برضو بتيجي معنى مشهد في فيلم او مسرحية، زي مثلا فيلم سين او كرايم سين. ايه كرايم سين اللي هو مشهد، خلاص اوكي، الايه الفيلم او المسرحيه. عندي برضو سايت معناها موقع الكتروني، لسه قايلين الفرق بين الكترونيك والكتريك. طيب هنا كلمه سايت تنفع موقع الكتروني او موقع بناء اللي هي بيلدينج سايت، موقع مستخدم لحاجه معينه او لغرض معين. كلمه فينيو معناها مكان الحدث، زي مثلا مكان للعبه، لاجتماع، لحفله. مثلا هقول لك لو فرضنا ان في مكان مؤتمر، زي مثلا رئيس عمل مؤتمر في شرم الشيخ، شرم الشيخ بالنسبه لنا تبقى سين ولا سايت ولا فينيو؟ برافو عليكم، هتبقى فينيو. ليه؟ لانه مكان حدث مهم. يبقى كلمه سين معناها مشهد في فيلم او مسرحيه او مشهد سيء، كلمه سايت معناها موقع بناء او موقع الكتروني، برافو عليكم. كلمه فينيو معناها مكان تجمع ناس في حدث او في لعبه او في مؤتمر. بعد كده الفرق بين كلمه بوليسي وكلمه بوليتكس؟ كلمه بوليسي معناها سياسه اي حاجه اللي هي استراتيجيه، طريقه، اي خطه، مسار، حاجه احنا بنعملها. زي باباك يقول لك ما ترجعش البيت بعد الساعه 12، ده هيز بوليسي، هو سياسته كده، هو مسيستم البيت بتاعه كده. انا مثلا عامله سيستم لشغلي، عامله بوليسي للشغل بتاعي، اوكي، فده بيتقال عليها بوليسي، سياسه، خطه، مسار، عمل يتبنى من قبل شخص او منظمه او حكومه لتحقيق هدف معين. فخلاص انا بعمل سيستم او بعمل بوليسي، الشركه عامله بوليسي سياسه ان هي عامله المنتج بتاعها بكذا، عامله سيستم مثلا وبوليسي للعمال كذا، مين يتاخر يتعاقب، مين يزود شغل ياخد بونس، فده كده البوليسي، دي كده سياسه التشغيل. اما كلمه بوليتكس ده علم السياسه نفسه، علم السياسه نفسه. زي ما اقول مثلا he decided to study politics، هو درس أو قرر يدرس علم السياسة، يبقى علم نفسه للدراسة اسمه politics، طريقة التشغيل أو طريقة الحياة أو طريقة المنهجية نفسها أو المنهج إزاي شغال، ده بيتقال عليها policy. الفرق بين كلمة border وboundary وlimit، حد. طب أنا بقى جات لي الثلاث كلمات دول جوه اختيار وأنا مش عارف الفرق بينهم.
اوكي طيب، قال لي كلمه بوردر معناها الحدود الجغرافيه او الحدود السياسيه اللي بين البلاد، زي مثلا عندنا في الشمال البحر المتوسط، في الجنوب السودان، في الشرق مثلا البحر الاحمر، في الغرب ليبيا. ده بالنسبه لنا احنا في مصر بوردرز. يبقى البوردر الحد الفاصل بين المدن. قال لي لا، الحد الفاصل بين، ايوه برافو عليكم، البلاد. عندي كلمه باوندري معناها حد فاصل بين قطعتين ارض. بوردر خلاص، او باوندري يا ربي، حد او خط بتفصل بين منطقتين او ملكيتين. انا عندي قطعه ارض ومثلا ابراهيم عنده قطعه ارض، في اللحظه دي هيبقى بينا باوندري ولا هيبقى بينا بوردر؟ هيبقى بينا باوندري. يبقى كلمه خط او علامه بتفصل بين منطقتين او ملكيتين. عندي حد او قاعده في العلاقه، زي مثلا انت عامل باوندريز لنفسك، انت عامل حدود او طريقه تعامل لنفسك، دي بيتقال عليها باوندري. يبقى باوندري قال لي the fence marks the boundary، السور بيبين العلامه او الفاصل او الحد بيني وبين اللي جنبي. ده تمام. قال لي it's important to set clear boundaries، حاجه مهمه ان انا اعمل boundaries between your work life، بين حياتك وبين شغلك، بين حياتك وبين شغلك. تمام. انا مثلا عامله حد، او باباك ومامتك عاملين حد، خالك عامل حد بين شغله وبين حياته الشخصيه، دي اسمها باوندريز. خلاص كده. برضو باوندريز عندنا في ثالثه ثانوي معناها حدود تفكير، يعني ممكن ايه حد التفكير لكذا، ده بيتقال عليها باوندري. عندي كلمه ليميت معناها حد اقصى. يعني ايه حد اقصى؟ انا مثلا عندي ازازه ميه جنبي، فهي الحد بتاعها اخرها الليميت بتاعها لتر، ما اقدرش احط 2 3 لتر، فهي اتس ايه؟ اتس ليميت، ده الليميت بتاعها. فكلمه ليميت معناها نقطه او حد اقصى لشيء. قال لي there is a limit of 2 bags، يعني مثلا انت وانت بتملى شنط السفر في ليميت، يعني ما اقدرش اكمل عليهم. يبقى كلمه بوردر الحدود الفاصله الجغرافيه. عند كلمه باوندريز معناها حد فاصل بين منطقتين او حدود علاقه. عند كلمه ليميت الحد الاقصى للشيء. العربيه لما بتيجي تمونها ليها ليميت، يعني مثلا 45 لتر 70 لتر 45، زي ما يكون بقى الليميت بتاع العربيه. بعد كده بيجي لي كلمه كونسرت وبارتي وسيرموني. ايه الفرق بينهم؟ قال لي كلمه كونسرت معناها حفله موسيقيه، كونسرت حفله موسيقيه. كلمه بارتي حفله زي حفله عيد ميلاد حضرتك، دي اسمها بارتي. عند كلمه سيرموني مراسم، مراسم زي ذا جراديويشن سيرموني، حفله الايه التخرج بتاعت حضرتك، دي بيتقال عليها جراديويشن سيرموني. يبقى كونسرت حفله موسيقيه، بارتي حفله زي حفله عيد ميلاد، اما بيتقال عليا السيرموني مراسم. برافو عليكم. عندي بقى الفرق بين كلمه ديدلاين وديد تايم وستراجل وفايت. قال لا، كلمه ديدلاين معناها الموعد النهائي، ديدلاين معناها الموعد النهائي. وانت بتقدم ان شاء الله السنه الجايه في الجامعه، كل التنسيق سواء مرحله اولى وثانيه وثالثه بيبقى ليه ديد تايم. يعني ايه يسرى ديد تايم؟ ده الموعد النهائي اللي بعده خلاص not accepted، يقول لك سوري خلاص ديدلاين، الوقت عدى حبيبي. يبقى كلمه ديدلاين بيقول لك don't forget to finish this report to meet the deadline، يعني ساعات المدير بتاعك يقول لك بعد بكره الساعه 8 ده الديدلاين. الديو هوم ورك مثلا، انا هديك هوم ورك عندي على المنصه مثلا، الطلبه ما بتدخل تدي الهوم ورك بعد الوقت يبقى خلاص ده ديد تايم، لان انا ببقى حاطه وقت معين. عندي كلمه ديد تايم ده وقت الفراغ بقى، اللي بتساوي سبير تايم، بتساوي ليجر تايم، بتساوي فري، يعني ايا كان الوقت الفاضي. اجازتك هي ديد تايم، اجازتك هي ديد تايم، اخر حاجه للتسليمات بتبقى ديدلاين. الفرق بين كلمه ستراجل وفايت؟ ستراجل معناها يصارع يكافح، تعبان، وكلنا بنستراجل في الحياه، طبيعي، لقد خلقنا الانسان في كبد، ده طبيعي. انت لازم يا حبيبي تتعلم، لازم نفسك طويل، انت يو ار struggling، انت بتكافح. فايت بقى احنا بنتخانق بقى حضرتك، الجنود بيفايت. فايت معناها يقاتل او يقاوم شخص، يقاتل او يقاوم، زي بيقول لك they fought bravely to protect their village، يبقى هنا بيحاربوا، بيحارب فايت يحارب. لكن كلمة استراجل يصارع. إذا احنا بنصارع الظروف الاقتصادية أو الحاجات الإمكانيات اللي احنا عايشين فيها، ده احنا كده بنستراجل. طيب سألت سؤال عندي في السنتر، مريض الكانسر، مريض الكانسر، فكروا أنا قلت لكم إيه ساعتها؟ هل هو استراجل ولا فايتر؟ تاني، استراجل ولا فايتر؟ قولوا لي برضو. بعد كده
عندي ايه الفرق بين كلمة هوبي وكلمة تالنت وكلمة سكيل؟ طيب التلاتة معناهم هواية وموهبة. كلمة هوبي هواية أو نشاط أنت بتعمله علشان تتسلى بيه، هوبي. يعني إيه هوبي؟ أنا بحب أقرأ مثلا، بحب أقرأ قصص الإنجليزي، دراستي، فدي اتس ماي هوبي، دي هوايتي. في واحد مثلا يمسك شوية ألوان كده ويشخبط له شخبطتين، ده كده هوبي، أوكي؟ بيلعب بيانو كده، ده هوبي، خلاص هوايته، ممكن يبطلها، ممكن يخليها، ممكن ينام براحته. اما كلمه تالنت دي بقى موهبه ربنا خلقك بيها. انا سالت عندي مين اللي اول ما مسك القلم لون وعمل الوان حلوه، ده بيبقى تالنت. التالنت موهبه طبيعيه ربنا خلقك بيها. تالنت موهبه طبيعيه ربنا خلقك بيها. زي مثلا اماني هاز ا تالنت فور بلاينج ذا بيانو، واحده مجرد ما حطيتها على البيانو فضلت ايه، تطلع انغام حلوه، عرفت تركب حاجات معينه. عمر خيرت از ا تالنتد بيرسون. زي حد مشهور معروف هو موهوب، زي محمد صلاح تالنتد. عندي مثلا ميسي تالنتد، هو ربنا خلقه بيعرف يلعب كوره، هو يعني ماهر، خلاص. اما كلمه سكيلد هو مهاره اشتغل عليها بقى. يعني زي مثلا بيقول لك learning a new skill، تعلم مهارات جديده، زي مثلا تعلم اللغه، دي سكيل. تعلم الطبخ، دي سكيل، احنا ما اتولدناش بنعرف نطبخ، لكن في حد يعمل لك اكله حلوه وطعمها حلو، فده هو تالنتد. يبقى لو حاجه طبيعيه بتبقى تالنت، حاجه انت اتعلمتها بتبقى سكيل. عندنا بقى كلمه جريد وديجري. ايه الفرق بين كلمه جريد وديجري؟ الاثنين معناهم درجه، الاثنين معناهم درجه. طيب ايه الفرق يا مس يسرا بين كلمه ديجري وكلمه جريد؟ قال لي كلمه ديجري معناها درجه او شهاده علميه، بكالوريوس بقى، ليسانس، وات ايفر انتوا تخصص بابا ايه، ماما ايه، خالو ايه، يبقى ده كده ديجري، درجه علميه او درجه حراره. اتسالت برضو طب في ايه الفرق بينها وبين تمبريتشر؟ الاثنين زي بعض، اوكي. عندي كلمه جريد معناها تقدير، اوكي، صف دراسي، درجه امتحان، فده الجريد. انتوا دلوقتي في جريد 11، انتوا دلوقتي في الصف الثاني ثانوي، السنه الجايه في جريد 12 اللي هو قمه الهرم التعليمي المصري، فانت كده جريد، خلاص. يبقى جريد معناها درجه امتحان او تقدير الامتحان، الدرجه نفسها اللي بتساوي كلمه مارك. مارك معناها برضو جريد. بعد كده الفرق بين كلمه تشين وسيريز. تشين زي السلسله، السلسله اهي دي اسمها تشين، سلسله، اوكي. سلسله بقى بتربط بيها الجنينه، عندكم في فنس كده بقى في سور وتربط السور بتاع الجنينه، ده اسمه تشين. سلسله بتلبسها حوالين رقبتك اسمها تشين. جبت سلسله لباباك او مامتك، تشين. يبقى انا كده ايه، تشين معناها سلسله، حلقات، سلسله او حلقات مع بعض. اما كلمه سيريز معناها سلسله مسلسلات. البنات بتقعد تتفرج على المسلسلات التركي والهندي والحاجات دي والاسباني واتيفر، انتوا بتتفرجوا على ايه، فدي معناها سلسله او مجموعه من الاحداث. الفرق بين كلمه بروسيس واوبريشن، دي معناها عمليه ودي معناها عمليه. قال لي كلمه بروسيس معناها عمليه بس، زي مثلا عمليه البناء الضوئي اللي هي فوتوسينثيس بروسيس، اللي هي عمليه البناء الضوئي، دي عمليه في الطبيعه، دي بتتقال عليها بروسيس. اما كلمه اوبريشن معناها عمليه لنشاط معين او عمليه جراحيه، زي مثلا the factory starts a new operation. new operation معناها نظام جديد او عمليه جديده. يبقى كلمه يلا بينا، كلمه اوبريشن معناها ايه مس يسرا؟ معناها نشاط او عمليه جراحيه. my father is had a serious operation، ده عمل عمليه جراحيه. يبقى اذا انا عملت عمليه في جسم الانسان بتتقال عليها اوبريشن. عملنا مثلا 1 + 1 = 2، دي اوبريشن. بزنس اوبريشن، كل دي عمليات، خلاص، عمليات اجرائيه بتاخد ايه، مراحل، بتاخد خطوات. اما البروسيس معناها عمليه بناء ضوئي، عايزه اقول مثلا عمليه تطوير التعليم، فهيبقى ايه، ريفورم of education process او the process of education، اللي هي عمليه التعليم نفسها. يبقى العمليه بتاعت التعليم او التطوير اسمها بروسيس. عمليه في الطبيعه بروسيس، عمليه اجرائيه او خطوات او عمليه حسابيه او عمليه بنكيه او عمليه في جسم الانسان بيتقال عليها اوبريشن. انا بتكلم بالعربي خلاص اهو شويه علشان فروق الكلمات دي بتضايقكم، وبرده كاتبه لكم الاكزامبل، المثال من الكتاب علشان يبقى كل حاجه واضحه قدامكم. بعد كده وتركز كلمه ايفنت وانسيدنت واكسيدنت. كلمه ايفنت معناها حدث مميز، ايفنت حدث مميز، زي مثلا احداث
اللي الفتره اللي فاتت حصلت، كان في وورلد وايد ايفنتس، احداث متسارعه بسرعه بسرعه، مين ضرب صواريخ، مين ضرب كذا، مين قفل مضيق، مش عارف، دي كلها ايفنتس، احداث مهمه. فكلمه حدث مهم مميز يحدث يمكن يكون جيد او ايه، او رسمي، او احداث رسميه من الدول. اما كلمه انسيدنت معناها موقف عابر، حاجه بسيطه حصلت، يعني مثلا اتكعبلت في حاجه، وقعت في حاجه، اتلخبطت، زي هنا there was a minor incident at the park، يعني زي حادثه بسيطه كده، خلاص ممكن ما يبقاش حد مات، ما يبقاش فيه حاجه ضرر. فكلمه انسيدنت موقف عابر ما حصلش منه ضرر، ما حصلش منه تلفيات. اما كلمه اكسيدنت لا، دي حادثه، بيحصل حاجه وحشه، بيحصل عن طريق الخطا طبعا، حدث مروري، حد لا قدر الله توفى، تمام. فقال لي رامي بروك هيز ليج، واحد كسر رجليه. كسر الرجلين في كار ايه؟ هقول الكار اكسيدنت ولا كار انسيدنت ولا كار ايفنت؟ اكيد كار اكسيدنت. يبقى اي حادثه حصل منها ضرر، تلف، موت، بنقول عليها مثلا ايه، حادثه مروريه، عربيه خبطت في عربيه لا قدر الله، ده بيتقال عليه اكسيدنت. موقف عابر عادي، ماشي اتكعبلت، ماشي اتلخبطت، ماشي كذا، ده بيتقال عليها انسيدنت. احداث بقى متسارعه مهمه عالميه رسميه بيتقال عليها ايفنت. بعد كده ايه الفرق بين كلمه appointment وانترفيو ميتنج وبريفنج؟ قال لي كلمه appointment موعد، وده بيبقى موعد مع دكتور، مع محامي، ده appointment. زي I have a dentist appointment، عندي موعد مع دكتور الاسنان، وده من اسخف المواعيد الصراحه. بنروح نغسل سناننا، ننظف مش عارفه ايه، نخلع ايه، ده بيبقى appointment وبيبقى تقيل. موعد محدد مسبق مع شخص، عاده طبيب او مسؤول. يعني انا لو راح اقابل المدير بتاعي بيبقى appointment. انترفيو مقابله بقى، مقابله شخصيه، مقابله لوظيفه، خلاص كده، فدي بيتقال عليها انترفيو. قال لي شي هاز ا جوب انترفيو، طبعا دايما بتبقى للوظائف. عندي كلمه ميتنج اجتماع مع اشخاص. عندي كلمه بريفنج معناها اجتماع لاعطاء تعليمات، زي مثلا احنا عندنا في التيم بتاعي بنيجي مثلا اخر اليوم، يا عبد الرحمن اعمل كذا كذا كذا، يقول لي ماشي يا مس، طب جمع يا ابني الناس، نروح مجمعين الناس، يا جماعه في كذا 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 الشهر ده، لا الشهر الجاي هنعمل كذا، عندنا مراجعات كذا، عندنا شغل على الاونلاين كذا، عندنا شغل اون جراوند كذا. يبقى انا كده بندي بريفنج، اعطاء تعليمات ومعلومات باختصار ببوينتس، وبنمشي كل واحد بقى بيروح يشوف حياته. بعد كده عندي كلمه برو اكتيف وبريفنتيف. الفرق قال لي برو اكتيف معناها حاجه استباقيه، يعني بعمل خطوه استباقيه. يعني ايه خطوه استباقيه؟ بسبق بحاجه، زي ايه؟ she made a proactive decision to save 20% of her salary. زي مثلا انا عارفه ان في مشكله هتحصل، فبروح شايله فلوس على جنب عشان لما يحصل مشكله ابقى انا عامله حسابي. كل الامهات والابهات بيعملوا الحركه دي. فهي كده عملت برو اكتيف، عملت خطوه احترازيه او اجراء. زي الدوله مثلا لما بتقول لك ايه، والله احنا هنغلي ثمن كذا عشان ما يحصلش عندي مشكله، هي كده عملت ايه؟ برو اكتيف بروسيجرز، اجراءات استباقيه او احترازيه. عندي كلمه بريفنتيف معناها وقائي. انت ما بتلبس كمامه وانت داخل مكان زحمه، لما بتدخل مكان في زحمه وانت لابس كمامه، انت كده عملت حاجه اسمها بريفنتيف. يعني ايه بريفنتيف؟ وقائي، مصمم او يهدف الى منع حدوث شيء غير مرغوب فيه، خلاص، او مضر لحضرتك. قال لي they installed a firewall as a preventive measure. ناس عملوا زي حاجه كده عشان يعمل حاجه اجرائيه او وقائيه. يبقى اي حاجه وقائيه بتبقى preventive. انا لما البس بالطو تقيل في الشتاء هبقى preventive ولا proactive؟ قال لي preventive. برافو عليكم. بعد كده ايه الفرق بين كلمه pain وايك؟ ودي كتير قوي اتكلموا فيها، كلمه pain وايك. قال لي كلمه pain معناها الم مفاجئ، الم مفاجئ اهي، ومكثف وحاد، خلاص كده. بيقول لي ايه؟ she screamed in pain، يعني هي كل جسمها بيبقى، ما حددش ايه الجزء اللي مؤلم، هي عندها وجع، تمام. طب انا ما حددتش ايه الوجع، انا ما قلتش توث ايك، ما قلتش هيدك، انا ما قلتش صداع، تمام، ما قلتش الم في المعده، ما قلتش ستومك ايك، ما قلتش كده، ما قلتش ستومك ايك. اذا انا قلت الحاجه اللي بتؤلمني يبقى ده الايك. زي كده I have an ache in my lower back، انا عندي الم في ظهري، بص انا شاورت لكم اهو. يبقى الايك انا بحدد الحاجه اللي بتؤلمني. بين الالم في كل جزء في جسمي، بس انا ما بقولش ده ايه. I have pain، انا مش قادره. ساعات الامهات تقول لك يا ابني كل جسمي بيوجع، حبيبتي she has an overall pain. هي مش عارفه تحدد ايه اللي تعبها، سنانها، راسها،
بطنها، ظهرها، ايديها، حبيبتي، هي مش قادره تقول، فده البين. لكن انا حددت ان في الم في ايديا من هنا، في الم، في صداع، يبقى ده اسمه ايك. بعد كده خلي بالك برضو ان كلمه بين بيبقى الالم ده مفاجئ، اما كلمه ايك معناها طويل ومستمر. ايك معناها الم طويل ومستمر. يبقى احنا كده حددنا جزء الجسم اللي فيه الوجع وده فيه استمرار. انا عندي دايما ايك في ايديا من هنا، والطلبه بتوعي عارفين، فده اسمه ايك. ليه؟ لان انا حددت المكان والحاجه دي مستمره معايا، ما بتروحش بقالها سنين. بعد كده ايه الفرق بين كلمه افكت وافكت وامباكت؟ دول معناهم تاثير. قال لي كلمه افكت معناها يؤثر. كلمه افكت معناها ايه؟ يؤثر. زي your attitude can affect your result. موقفك ومذاكرتك بتحدد طريقه النتيجه بتاعتك. فكلمه affect معناها يؤثر، ودي ما بتاخدش حروف جر. هقول لك مثلا smoking affects our health badly. التدخين يؤثر على الصحه، فكلمه affect معناها يؤثر. اما كلمه effect اللي بالاي معناها تاثير وبيجي بعدها on، effect on. عندي برضو كلمة impact و influence، دول ما بياخدوش حروف جر. قال لي ايه؟ تأثير مع حرف جر يؤثر، زي the new rules will have a big impact on. يبقى دول بياخدوا حرف جر زي مين؟ زي كلمة effect. يبقى أنا كده عندي 3 كلمات بتاخد حروف جر وكلمة ما بتاخدش حرف جر. كلمة affect اهي ما بتاخدش حروف جر لأن هي فعل، أما كلمة effect وكلمة influence وكلمة impact بتاخد حرف الجر on ومعناها يوجد تأثير على. برافو عليكم. بعد كده ايه الفرق بين كلمة habit وكاستم وتراديشن؟ يلا فوق معايا كده شاطرين. فوق. اذا كوبايه الشاي بتاعتك خلصت فوق، روح جيب لك كوبايه شاي كده وروق على نفسك. خلاص احنا فاضل لنا حته قد كده ونخلص الترم. عندي كلمه هابت معناها عاده شخصيه. خلاص هابت عاده شخصيه، زي brushing your teeth، غسل اسنانك كل يوم is a good habit. يبقى اول ما بقوم من النوم بغسل سناني، ده هابت. اول ما بقوم من النوم ببص على التليفون بتاعي، ده هابت. كل واحد فينا ليه his own habit، عاده شخصيه بيعملها. اما كلمه كاستم ده المجتمع كله. كاستم عاده مجتمعيه. قال لي اتس ا لوكال كاستم تو جريت جيستس وذ تي. عندنا في مصر اي حد يجي عندنا والله لا تشرب شاي، لازم نشربه شاي. لو ما شربش شاي يبقى احنا حد مش كويس. خلاص في الصعيد عندنا في مصر لازم نقدم شاي بالنعناع، ده لازم ما نبقاش عايده كده على اصول غير لما نقدم شاي بالنعناع، في اسوان بالذات. خلاص ده بيتقال علينا برافو عليكم كاستم. ولو ما عملناش كده نبقى ناس مش كويسين. يبقى الكاستم عاده مجتمعيه بيعملها المجتمع كله علشان يرحبوا بحد او بطريقه معينه. كلمه تراديشن ده تقليد او متوارث، زي سيليبريشن نيو يير از ا فاميلي تراديشن. في عائلات عندها حاجه كل سنه بتحتفل بيها، كل سنه بتحتفل بيها، فده تراديشن. وبرده كلمه تراديشن بتيجي حاجه عالميه. يبقى الهابت انت، الكاستم المجتمع اللي انت عايش فيه، التراديشن تقليد عالمي او تقليد على قد اسرتك. اتفقنا؟ بعد كده عندي كلمه تشات وكونفرزيشن وديسكشن. تشات دي دردشه، زي ما انا مثلا بتكلم معاك ده تشات. انت بتتشات مع اصحابك ما شاء الله طول النهار عمالين، حتى تقولي انا بشيت، انتوا بتقولوها بالعربي انا بشيت. حبيبي اسمها تشات يا ميس، انا بشيت يا حبيبي اسمها تشات. ما تقولهاش كده يا ميس، احنا بنقولها كده يا حبيبي، قولها كده خلاص براحتك. يبقى تشات معناها محادثه للتسليه او تبادل الكلمات السريعه. عندي كلمه conversation محادثه. قال لي تبادل كلام. I had a nice conversation with my teacher. لما مثلا ازيك عامله ايه مس يسرا حبيبي كويس، عملتي ايه النهارده، رحت المدرسه، دي كده اسمها conversation. يبقى حوار خلاص كده رايح بين 2 ممكن 3 عادي بنتكلم، فدي بيتقال عليها conversation. احنا ما عليناش صوتنا بنتناقش. اما كلمه discussion مناقشه، بنتناقش بقى في موضوع. طب ايه رايك في تطوير التعليم؟ طب ايه رايك يا مس يسرا في مناهج الثانوي الجديده؟ اقول لك والله من رايي كذا، ونقعد بقى يحصل ديسكشن. بس انا بقى مش ديسكشن مع الطالب، ديسكشن مع الناس، مع الاساتذه. خلاص مع موجهين، مع الاساتذه. خلاص ساعات برضو في الحصه بيحصل ديسكشن بيني وبينكم. ازاي؟ بنتناقش في شكل جمله، بنتناقش في كلمه. يبقى كلمه تشات معناها محادثه، تمام، للتسليه، بنتسلى مع بعض. conversation معناها محادثه بين شخصين او اكتر، محادثه حوار. عندي كلمه ديسكشن موضوع للنقاش، تطوير تعليم، مثلا غلينا البنزين فاحنا بندسكاس مع بعض ايه النتائج بتاعته او ايه الاسباب، يبقى ده كده اسمها ديسكشن.
بعد كده جميلة جميلة. ايه الكلام اللي عندي؟ قال لي والله ايه؟ قال لي عندي كلمة other و others و the other و another، دي لما بتيجي بتضايقكم كلهم معناهم آخر، ودي بتيجي عندي في ثالثة ثانوي كتير. قال لي كلمة other معناها آخر وبيجي بعدها كلمة جمع زي I have other choices، I have other friends، I have other cars. يبقى كلمة other معناها آخر وبيجي بعدها كلمة جمع. أما كلمة others معناها الآخرون، لازم ابتدي هنا بكلمة some عشان اجي في نص الجمله اعملها others معناها البعض واخرون. قال لك some students are late others are on a time. يبقى البعض واخرون، زي مثلا في بعض الطلبه بتحب الانجليزي والبعض الاخر لا. يبقى انا بدات الجمله بسم وفي نص الجمله others. طب ايه الفرق بين other واذرز؟ others ما ينفعش يجي بعدها الحاجه اللي انت بتعدها. others ما ينفعش اجيب الحاجه، لكن other بيجي معدود other teachers other girls اللي بتساوي others. يبقى شايفين الفرق؟ بعد كده the other معناها الاخر وبتبقى راجعه على حاجه مفرد زي I have two pens one is blue واحد ازرق and the other is red. انا اقصد ايه على the other؟ اللي هو the other pen. يبقى كلمه the other راجعه على كلمه مفرد. I have two friends، انا عندي صاحبين مثلا او 2 اصدقاء، واحد دكتور والتاني مهندس، التاني راجع على الفريند. انا عندي عربيتين، واحده لونها اخضر واحده لونها اصفر. يبقى الاخرى، يبقى the other. يبقى كلمه the other معناها الاخرى وبترجع على كلمه مفرد في الجمله. بعد كده I will ask علي to solve the other problems معناها المشاكل الاخرى. يبقى كلمه the other راجع على حاجه مفرد او بجيب بعدها كلمه جمع. ركزوا كده. يبقى انا كده عندي كلمه others و the others زي بعض. بعد كده عندي كلمه another بيجي بعدها كلمه مفرد زي I want another cup another cup another bag another teacher. تاني نراجعهم من الاول تاني. another بيجي بعدها كلمه مفرد، other بيجي بعدها كلمه جمع يحل محلها another. خلاص. the other و the others. تاني other بيجي بعدها كلمة، برافو عليكم، جمع. others يجي بعدها الفعل من غير حاجة بتتجمع، هي راجعة على جمع. the other راجعة على حاجة مفرد. the others خلاص راجعة على حاجة جمع. the other راجعة على حاجة مفرد. خلاص كده. يبقى أنا دلوقتي بينت لحضرتك ايه الوضع عندي. خلي بالك ان انا مع كلمه دي other قلت مره مفرد ومره جمع انها تنفع على الاثنين عشان ما تتلخبطش تقول اصل مش يسرا لخبطتني. لا، انا قلت I have two pens one is blue the other is red. I will ask علي to solve the other problems. يبقى كلمه دي other راجع على حاجتين وده اللي انا قلته وانا بشرح. خلاص كده. عندي كلمه another دي مفرد دايما. صعبه؟ برافو عليكم. او مثنى اهي، مفرد او مثنى. بصوا عليها كده. تمام. يلا بينا. بعد كده عندي ايه الفرق بين كلمة include و contain؟ الفرق بين كلمة include و contain و consist of. قال لي والله يا مس يسرا كلمة include معناها يشمل على شيء، يشمل على شيء. زي مثلا the price includes breakfast. انتم ما بتدخلوا فندق تمن الأوضة بتشمل الفطار والغداء والعشاء، فده include. حتى بيتقال عليها all inclusive معناها متضمن. يبقى إذا أنا استخدمت كلمة include معناها يشمل أو يتضمن. خلاص. جزء حاجة كبيرة من حاجة صغيرة. the price of the room includes the breakfast. تمن الأوضة يشمل الفطار. تمن الحصة بيشمل التصوير. فأنا اديت لك الكل الأول وبعد كده جزء. أما كلمة contain معناها يحتوي على شيء بداخله أو يحتوي على شيء لا يمكن فصله. خلي بالك إن في حاجات مش مكتوبة أنا بقولها في الشرح. تاني، يبقى contain يحتوي على شيء بداخله أو يحتوي على شيء لا يمكن فصله. زي إيه؟ My bag contains a lot of papers. والله شنطتي تحتوي على مستندات كثيرة. يبقى كلمة contain يحتوي على. My tea doesn't contain sugar. الشاي بتاعي لا يحتوي على السكر. يبقى كلمة contain ليها معنيين، يحتوي على شيء بداخله زي الشنطة اللي جواها الكتب، زي الشنطة اللي جواها المستندات، زي الخزنة اللي جواها الورق والفلوس. يبقى ده كونتين. زي الدرج اللي يحتوي على ورق، كل ده كونتين.
زي الاكل اللي بيحتوي على الدهون، زي الشاي اللي بيحتوي على سكر، كل ده كونتين. انا كل ده في كلمه كونتين. اما كلمه consist of بتتكون من اكتر من مكون، زي the team consists of 10 members. يبقى انا قلت consist of يتكون من، زي الفطار بتاع حضرتك consists of بيتكون من bread, cheese and eggs. كده انا جبت بيض، جبنه، فول، مربى، شاي. يبقى دي اصناف مختلفه. نقول تاني: include يشمل على شيء جوه شيء، كلمه contain يحتوي على شيء بداخله او شيء لا يمكن فصله، ده او ده. consist of يتكون من اكتر من مكون. اتسالت عندي وانا بشرح الكلام ده في السنتر: ميس هو الكيك ماشي، الكيكايه لما بنيجي نعملها قلت له بتتكون من بيض ولبن ودقيق، وانا واقفه كده عند المطبخ لسه بيض لبن دقيق، يبقى دي consist of مكوناتها. عجنتهم في بعض يبقى كونتين. برافو عليكم. بعد كده الفرق بين كلمه arrive وريتش وجد. اول فرق في ثالثه ثانوي، يعني شايفين دول كده اول ما تفتح كتاب ثالثه ثانوي هتلاقي دول كده قاعدين لك في اول يونت. ماشي، مساء الخير، انا arrive وريتش، ايه الاخبار؟ تروح داخله لك بقى الايه، فروق الكلمات. يلا بينا. arrive يصل، وريتش يصل، وجيت يصل. الثلاثه بمعنى يصل، 3 كلمات بمعنى ايه؟ يصل. طيب امتى في اللجنه اختار arrive، وامتى اختار ريتش، وامتى اختار جيت؟ قال لي بختار arrive لو انا وصلت مكان كبير، زي arrive in كايرو او in الكسندريا، arrive at home او at the airport. يبقى arrive in يصل لمكان كبير، و arrive at يصل لمكان صغير. وساعات بقفل عندي بجملة when أو where did you arrive أو when did you arrive. خلاص، هي مش راضية تكتب. خلاص كده، يبقى when did you arrive انت امتى وصلت. يبقى ساعات arrive بتوصل ايه امتى، بتوصل امتى. خلاص كده، يبقى يعني ايه arrive؟ يصل لمكان كبير او يصل لمكان صغير، او اقفل بيها السؤال. اما كلمه ريتش ما بياخدش معاها حروف جر، ما بتاخدش معاها حروف جر. زي كده after 2 hours we finally reached the top of the mountain. وصلنا قمه الجبل. هو قال لك arrived in the top, on the top, at the top. قال لي لا. يبقى كلمه ريتش انت بتوصل بس ما فيش حروف جر. خلاص كده. جيت لازم تاخد حرف الجر تو، ما حدش ينساها، ودايما بتيجي بصعوبه، يصل بصعوبه. تاني قولوا لي ايه الفرق بين arrive وريتش وجيت اون او جيت. قال لي والله arrive يصل لمكان كبير او صغير مع ان وات. ساعات بقفل السؤال when did you arrive. عندي كلمه ريتش يصل لمكان من غير حروف جر. عندي كلمه جيت بيصل بس بتاخد جيت تو. بعد كده الفرق بين كلمه resources وسورس وايرن وين وجين وجول وايم، شويه كلمات زي القمر زي حضراتكم كده. خلاص كده، إيه يلا بينا. قال لي تعالوا نشوف. عندي كلمه ريسورس معناها مصدر، مصادر. خلاص. قال لي ريسورسز معناها مورد، بستخدمه للاستفاده او الانتاج، اللي هي المصادر الطبيعيه، لا ناتشرال ريسورسز، ناتشرال ريسورسز. قال لي ووتر از ان امبورتنت ريسورس، فالريسورس معناها مورد او مصدر. عندي كلمه سورس معناها حاجه جايه من حاجه، زي الشمس هي مصدر الطاقه، الميه هي مصدر الكهرباء، فالمصدر الاساسي اسمه سورس. خلاص. حتى انا لما باجي مثلا ادي معلومه لطالب اقول له مصدرها ايه، والله مصدرها كتاب كذا، مصدرها مراجعه كذا، فده السورس. ريسورس مصادر طبيعيه. بعد كده ايه الفرق بين كلمه earn وwin وجين؟ قال لي كلهم بمعنى يكسب. طب ايه الفرق؟ قال لي كلمه جين معناها يكسب فلوس، اوكي، مال، راتب، راحه، ده earn. يبقى انا كده earn money، earn rest. خلاص، انا مستحق اعمل الحاجه دي. اما كلمه win معناها يفوز بحاجه، زي يفوز بكاس، يفوز بميداليه، يفوز بمسابقه، win a competition، win a prize، win sports. يبقى ده الرياضه او الجوائز اللي انا بكسبها. كلمه gain يكتسب شيء معنوي، زي gain knowledge، gain experience، gain weight، gain earnings، gain مثلا ايه تاني يا يسرا، information، gain wisdom، gain weight. يكتسب اي حاجه معنويه. بعد كده جول معناها هدف، ده الهدف النهائي ليك. عندي كلمه ايه، غرض او نيه. هنا بيقول لي her goal is to become successful doctor، فهي هدفها تبقى دكتور ناجح. يبقى كده هي ايه، جول. فده الجول بتاعها ايه، معناها غرض او نيه.
شيء بتريد تحقيقه، انا والله انا بقيم كذا، انا بهدف كذا. عندي كلمه تارجت معناها انا مخططه لايه، زي ذا كامباني سيتس سيلز تارجت، زي مثلا السيلز اللي هي المبيعات. خلاص، المبيعات بتبقى محدده تارجت، والله بعد كذا هتاخد بونص، بعد كذا هتاخد بونص، فده التارجت. التارجت للمدرس ان انت تجيب فول مارك، اتس ماي تارجت. يبقى انا هنا عندي جول، هدف او جون في مباراه. عندي كلمه ايم معناها غرض او نيه. عندي كلمه تارجت، ده بقى الايه اللي انا عايز بشتغل عليه، من الاخر بتارجت على ايه. بعد كده ايه الفرق بين كلمه، احنا كده نقلنا في جزء تاني، الفرق بين belong to و belong in و belong on. مهمة قوي الكلمة دي. belong to معناها ينتمي أو يخص المجموعة أو ملكية أو كده. belong in معناها دل على موضوع أو الفئة الصحيحة، زي مثلا لما أقول لك these books belong in the school library، يعني هي مكانها مكتبة المدرسة. belong on معناها ينتمي لأسطح مكان مفتوح، زي الفاز اللي جنبي دي او الاباجوره ولا وات ايفر هم حاطين ايه جنبي، بتبقى belong on the table. يبقى belong to معناها ينتمي المجموعه، belong in بينتمي المكان صحيح، belong on على سطح او على مكان او على ترابيزه. عندي كلمه confident معناها واثق. عندي كلمه confident معناها شخص تثق فيه، خلي بالك ان دي بالاي ده ودي بالايه confident. خلاص، يبقى انا هنا صديق يؤتمن عليه الاسرار. confidential معناها سري، يبقى في فرق بين confident وconfident وكلمه confidential. خلاص كده. بعد كده عندي كلمه cooperation وcorporation. cooperation معناها التعاون، cooperation التعاون، corporation شركه، بالتالي باينه قدامكم. بعد كده عندي كلمه diversity معناها التنوع. diversity معناها التنوع، بيتنوع او بيتحدث عن وجود اشخاص او حاجات معينه مختلفه. خلاص، ده الدايفرسيتي. بعد كده الفرايتي ده التنوع. تنوع ده فرايتي اهي، مختلفه من نفس الشيء. فرايتي تنوع من نفس الشيء، ديفرنس اختلاف. طبيعي يبقى في ديفرنس بين الناس، طبيعي يبقى في ديفرنس، في فرايتي في تنوع، في دايفرسيتي اختلاف وتنوع بيئي. يبقى التنوع البيئي اسمه دايفرسيتي، التنوع بين الناس ديفرنس او الفروق. خلاص، عندي كلمه فرايتي التنوع الطبيعي. بعد كده عندي كلمه شاي واشيمد لسه قايلها لكم. بعد كده argue over و argue about، مهمه جدا. مهمه جدا. ايه الفرق بين argue over و argue about؟ argue over او about او for بيتجادل حول شيء، argue over او about احنا كده بنتخانق وبنتجادل على شيء. argue for معناها يدافع عن حاجه، يبقى انت لو دافعت عن حاجه يبقى for. اتخانقت واتجادلت يبقى over او about. argue against يبقى انت ضد حاجه، انا لما اتخانق ضد حاجه يبقى against، مع حاجه يبقى for. ركزوا، انا اتخانقت ضد حاجه، ضد التدخين يبقى against، مع حقوق المرأة يبقى for. خلاص، بتجادل بخصوص او حول خلاص تذكرة او تليفون او كده يبقى over او about. بعد كده الفرق بين practice وpractice وpractice اللي هي بالاس. قال لي practice يتمرن او تدريب، practice معناها يمارس بس الفعل الامريكي، practice اللي بالاس دي بريطاني. احنا دايما بنروح للبريتش مش بنروح للامريكان انجلش، تمام؟ لان معظم الناس اللي بتتعامل امريكان انجلش لا، هو مش ده مش شغل الكتب، شغل الحياه العامه. خلاص، ده شغل الامريكان، لكن شغل الكتب عندنا كله بريتش. بعد كده في استخدامات امريكان نزلت في الكتب جديد، بس برضه بيبقى كاتب لك جنبها دي امريكان، زي كده دي امريكان ودي بريتش. انا لما برجع في التصحيح دايما بنروح للبريتش انجلش مش للامريكان انجلش. بعد كده عندي كلمه تيك اون معناها يتولى مسؤوليه. عندي تيك اون معناها يوظف اهي، دي عندي في ثالثه ثانوي. تيك اون معناها اهي يوظف او يقبل القيام بشيء. عندي كلمه تيك ان معناها يفهم، بتساوي اندرستاند اهي، بتساوي understand، مهمة جدا الحتة دي. خلاص، دي بتساوي employ يوظف، ركزوا. عندي كلمة take off معناها تقلع للطائرة. عندي كلمة take off معناها يخلع ملابسه أو ينزع ملابسه. عندي take after، مهمة جدا الكلمة دي، take after معناها يشبه، زي look like اهي، بتساوي في المعنى look like. بعد كده عندي كلمة take up معناها يشغل اهي، وظيفة أو يبدأ وظيفة.
عندي تيك تو يعتاد على، والله العظيم صعبين ومليانين كمية استخدامات رهيبة. تاني ممكن أقولهم تاني. تيك اون يقبل القيام بشيء أو يوظف، تيك ان يفهم، تيك اوف يقلع للطائرة أو يخلع ملابسه، تيك افتر يشبه، تيك اب يمارس هواية أو نشاط، تيك اب معناها يعتاد على. شوية كلمات عسل. وين بيجي بعدها اي ان جي عادي، وين ميكينج، وين ريدنج، وين يو ميك، براحتكم يعني. برضو دي استخدامات كتاب مدرسة. ممكن كلمة وين اجيب بعدها فعل وفعل، يو ميك، او وين ميكينج، وين ريدنج، وين بلاينج، عادي برضو. بعد كده دي مهمة، دي عندك في ثالثة ثانوي. ميك معناها يجعل، ميك معناها يجعل. من الكلمات اللي حلوة قوي لو جت في تانية ثانوي، I made أحمد study، I made أحمد study، أو my father made me water the trees. كلمة make وميد بيجي بعدها الفعل في المصدر. خلاص؟ طب أنا لو عملتها بس وقلت I was made أو she was made، يعني جبنا was أو were قبل فعل made، هيجي بعدها to المصدر. تاني يبقى make وmakes بيجي بعدها الفعل في المصدر. أوكي؟ is made، are made، was made بيجي بعدها to المصدر. بعد كده معناها يجعل أو تم جعله. as بيبقى معناها مثل أو أهي as تستخدم بعدها وظيفة عمرية، as a boy، as a teacher، as a policeman، as required كما مطلوب، as soon as كرابط زمني. فممكن كلمة as تيجي بكذا شكل. ممكن أقول لك as مثل، ممكن أقول لك as اللي هي بتساوي while اللي هي as I was walking I fell down، ممكن أقول لك do as I told you اعمل زي ما قلت لك. فكلمة as ليها كذا معنى في منهج حضرتك. بعد كده كلمة else معناها آخر. كلمة else معناها آخر. هقول لك what else do you want، what else do you، أنت عايز إيه تاني؟ بعد كده كلمة someone و somebody، anyone و anybody، something و somebody، الكلمات دي خلاص بيجي برضو بعدها كلمة else. بيجي بعدها إيه؟ كلمة else. زي مثلا someone else، anything else، مثلا anyone else. يبقى برضو الكلمات دي من استخدامات كلمة else اللي معناها آخر. بعد كده if، ودي طبعا مشروحة في دروس الجرامر، ارجع لدرس الجرامر فهتلاقيني بشرح جملة if. بعد كده عندي كلمة اسمها not only but also، مهمة جدا جدا القاعدة دي. يعني ايه كلمة not only but also؟ ليس فقط ولكن أيضا، ليس فقط ولكن أيضا. خلي بالك ان انا نقلت الجزء فيه حاجات جرامر. قال لي we didn't only go to the market but we also went to the zoo. يبقى مش بس احنا رحنا الماركت ولكن رحنا الزو. we didn't only go to the market but also we went to the zoo. يبقى هنا عندي not only but also، not only but also. يعني ايه يا مس يسرا not only but also؟ ليس فقط ولكن أيضا. دي كده تمام. بعد كده إذا بدأت الجملة بنوت أونلي، إذا بدأت الجملة بنوت أونلي وشخص واحد عمل الحاجة، يعني يسرا مش بس راحت المدرسة ولكن ساعدت الطلبة، ماما مش بس طبخت مثلا الأكل ولكن نظفت المنزل، فكده أمي عملت حاجتين، يسرا عملت حاجتين، بابايا عمل حاجتين. في اللحظة دي بتيجي على شكل سؤال. يجي يقول لك not only did we go أو does he play أو had we watch، يبقى not only بيجي بعدها فعل الأول في حالة إن الشخص ده عمل نفس الحاجة دي. طب لو مختلفين عادي مفيش مشكلة. عندنا في ثالثة ثانوي بنقول لهم not only I had ولا had I؟ برافو عليكم، had I. مش مجرد أنا ذاكرت ولكن رحت الدروس. يبقى not only معناها ليس فقط ولكن أيضا. تمام كده؟ بعد كده لا دي بقى إن شاء الله كده عايزين نبص عليها بص أنا وإنتوا. في حاجة عندنا اسمها compound adjectives، الصفات المركبة. في حاجة عندنا اسمها compound adjectives، الصفات المركبة. يعني ايه يا مس يسرا الصفات المركبة؟ قال لي ان انا ببتدي هنا مثلا ان الشخص ده زي تمييز العدد عندكم في العربي، الشخص ده عنده 70 سنة، اوكي؟ مدرس وعنده 70 سنة، فانا بوصفه انه عنده 70 سنة. طيب انا هشتغل على الحتة دي ازاي؟ الطريقة الصح بكتب الرقم اللي هو 9 بعد كده الهايفن، يا رب تكون واضحة عندكم. تمام، يا رب تكون الكلمة واضحة. الشرطة دي اسمها شرطة عندنا هايفن، وبعد كده كلمة يير وبعد كده كلمة اولد. شايفين كده؟ يبقى رودينا has a 9-year-old brother، أو مثلا my father is 40-year-old teacher. والله بابايا مدرس وعنده 40 سنة.
يبقى ايه طريقه كتابه الارقام عندنا في الانجليزي؟ ايه طريقه كتابه الارقام عندنا في الانجليزي؟ اول حاجه بكتب الرقم، بعد الرقم هايفن اللي هي الشرطه، بعد الشرطه بكتب الكلمه مفرد. طيب ساعات بتبقى مكتوبه بالابوستروفي اس او الاس ابوستروفي، يعني مكتوبه hours او years. ركزوا هنا انا لازم اجيبها مفرد يير. طب في حاله ان انا بكتب كلمه تايم بس، مش دكتور ولا براذر ولا تيتشر، كلمه تايم ليك طريقتين في الكتابه، يا تكتبها بالابوستروفي اس لو هي ساعه، يا اما تكتبها بالاس ابوستروفي ساعات وسنين. يا رب تكونوا فهمتوا. تاني بنكتب الارقام عندنا في الانجليزي ازاي؟ الرقم شرطه مفرد. ده خلاص 9 year old teacher. طب اقدر انا بوصف كلمه تايم بس، ما بتكبروا في ثالثه بنديكم كلمات تانية. كلمه تايم ليا طريقتين في الكتابه، خلاص، يا بكتبها بالابوستروفي اس اهي ساعه، يا بكتبها بالاس ابوستروفي ساعات وسنين وايام واوقات كتير. بعد كده ايه الفرق بين كلمه attract attention و pay attention؟ attract attention معناها يلفت الانتباه، تمام؟ في ناس كده كلاب الاهتمام، عايزه ناس تهتم بيها وخلاص. خلاص ده بيقول لك عليها ايه؟ ده هي بتبقى عايزه حد يهتم بيها، او ولد بيحب يبقى يعمل اتنشن كده. فكلمه اتراكت اتنشن معناها يجذب الانتباه. خلاص ماشي مثلا يروح عامل نفسه انه وقع، واحده ماشيه تروح ضحكه مثلا ضحكه كده مش كويسه، ده بيبقى عليها اتراكت اتنشن. اما بي اتنشن الطلبه المحترمه في الفصل بتبقى بي اتنشن، تلاقي الطالب كده قاعد منتبه، فده معناه يركز او ينصت. بعد كده ايه الفرق بين كلمه compassion وباشن؟ compassion معناها تعاطف ورحمه، اما كلمه passion معناها حب وعاطفه. بعد كده امتى بستخدم الصفه اللي اخرها ing؟ لو انا بوصف اللي انا بحس بيه، انا زهقت I'm bored، انا فرحان I am excited. طب لو الفيلم جميل، الرحله ممتعه، هتبقى exciting boring. تمام. بعد كده مورال معناها لوحه جداريه، ودي موجوده في المنهج عندك. مورال معناها لوحه جداريه، اما كلمه مورال معناها الدروس المستفاده. يبقى في فرق بين كلمه مورال ومورال. المورال ده اللوحه الجداريه اللي هي لوحه على الحيطه، اما كلمه مورال معناها الدروس المستفاده من شيء. بعد كده once معناها ذات مره، ممكن اقول مره واحده، في السابق، بمجرد ان، كل دي معاني كلمات. بعد كده حبايب قلبي الفرق بين كلمه رايز روز رايزن. رايز روز رايزن دي معناها تزداد او تشرق او ينهض، يزداد او تشرق او ينهض. دي معناها ايه؟ the sun rises I rose، انا صحيت، انا استيقظت، الشمس اشرقت، يبقى كده اسمها رايز. عندي كلمه رايز بمعنى ارتفاع، عندي كلمه ريز بمعنى يرفع ايديه. لما اقول لك raise your voice علي صوتك، raise your hand ارفع ايديك، يبقى انا كده عندي كلمه رايز معناها ينهض او يزداد او تشرق، عندي كلمه رايز معنى ارتفاع، عندي كلمه ريز معنى يرفع شيء. بعد كده عندي ايه الفرق بين كلمه سكاي لاين وديد لاين؟ سكاي لاين معناها خط النهائي بتاع اللي انا شايفه من بعيد، خط نهائي انا شايفه من بعيد، خط نهائي زي سكاي لاين وانا سايق ببقى شايف خط السما. اما كلمه ديد لاين لسه انا قايلها لكم اللي هي موعد نهائي او ديد تايم، اهي ديد لاين معناها موعد نهائي، وبرده لسه قايلها لكم في اول فيديو الديد تايم اللي هو وقت الفراغ. بعد كده ايه الفرق بين كلمه ستوري تيلر اهي ونوفلست وبلاي رايت؟ ايه الفرق؟ قال لي ستوري تيلر ده راوي القصه، ده اللي بيحكي لنا القصه. نوفلست ده الروائي زي تشارلز ديكنز، زي نجيب محفوظ عندنا في الادب العربي نوفلست. عندي كلمه بلاي رايت كل الكلام ده في ثالثه ثانوي، تمام؟ ومنهجك اهو السنه دي ترم تاني. بلاي رايت معناها كاتب مسرحيه، وخلي بالك انها رايت مش رايتر. بعد كده ايه الفرق بين كلمه سبند ماني وويست ماني؟ قال لي سبند ماني اون معناها انا بصرف فلوس على، اهي سبند ماني اون واجيب بعدها ان جي. سبند ماني تو بجيب بعدها مصدر، اهي spend a lot of money to build، لكن spend a lot of money on building. اما spend writing ده معناها يقضي وقت او يصرف فلوس. يبقى انا كده عندي كلمه spend ليها كذا معنى، يصرف فلوس او يقضي وقت.
بعد كده عندي كلمة start و begin، من الأفعال اللي بيجي بعدها حاجتين، ممكن أقول began working أو to work. في أفعال عندنا في الإنجليزي بيجي بعدها مصدر أو to والمصدر، خلاص كده، أو ing حسب، يعني شوف أنت بيجي معاه إيه. الأفعال اللي أنا بتكلم عليها النهاردة اللي هي start و begin و continue و learn، الأربع أفعال دول ينفع يجيب بعدهم ing صح، ينفع أجيب بعدهم to والمصدر صح. عايز تقول began working تمام، began to work تمام، ومفيش فرق في المعنى. الافعال يا مس يسرا اللي بتيجي بالشكل ده start begin learn ليتعلم وcontinue يستمر. بعد كده ميك لسه قايلينها تمام. بعد كده خلي بالك ان كلمه someone و everyone somebody و everybody no one و nobody، الكلمات دي انا بتيجي معايا في اول الجمله مفرد، يعني someone is everybody has، ما ينفعش اقول someone are، ما ينفعش اقول everybody have، ده غلط تمام. ولما اعوض عنها بالضمير بتبقى زي، يبقى ايه المعلومه اللي موجوده في الحته دي؟ someone و somebody everyone و everybody no one و nobody بتتعامل معامله المفرد في الفعل، اهي خدت is. طب انا لو قلت someone somebody no one nobody بتعامل معاهم بالضمير زي، يبقى هم جوه الجمله فعلهم مفرد لكن هنا they. بعد كده عندي كلمات زي مثلا a child a person a teacher a traveler، الكلمات دي برضو نفس الفكره، خلاص انا مش عارفه هي مؤنث ولا مذكر، فبرضو بتعامل معاها بالضمير زي. يعني انا هنا قلت a traveler مسافر، ما انا مش عارفه راجل ولا ست، هقول عليها زي. هقول مثلا someone هروح قايله they، a child هقول عليه they. لو انا عرفته هقول هي او شي، يعني مثلا قلت ايه؟ شخص لابس حلق تمام، فالشخص اللي لابس حلق ده انا فهمت ان هو واحده ست، خلاص فاروح قايله شي. قلت في شخص لابس جلابيه وبتلعب مع ابنها او بنتها، فخلاص انا فهمت انها شي، خلاص. فاهمين اقصد ايه؟ يعني انا اديت وصف، الوصف ده لراجل او لست فبيبان. طب ما بينش بيبقى زي. بعد كده another لسه قايلينها هي واذر. بعد كده عندي كلمه بريك داون يتعطل اهي، بريك داون يتعطل، بريك داون معناها ينهار عاطفيا، خلاص ينهار. بريك داون يتحلل او يتقسم. عندي كلمه بريك داون يتحلل، يبقى كلمه بريك داون انا جايبه ليها كذا معنى، جايبه ليها يتعطل للعربيات، بريك داون معناها ينهي علاقه، بريك داون معناها يتحلل او يتقسم، بريك داون معناها يحل. بعد كده عندي كيب معناها يحفظ، كيب معناها يبقى شخص اهي بليز كيب ذا دور كلوزد، خلي بالك الباب مقفول. drinking water keeps your body cool، اوكي. كيب استمر، كيب استمر، يبقى كده كلمه كيب جت بمعنى يبقى، جت يبقى في حاله معينه، كيب بمعنى يستمر في فعل شيء. بعد كده عندي كلمه attendance معناها المواظبه، ان انا ده الاتندنس، ده اللي المدرسين بياخدوا لك الاتندنس اللي هو الغياب. عندي كلمه attention انتباه، في فرق بين attendance وattention، attendance الحضور وattention انتباه. بعد كده عندي كلمه based in معناها مقره في مكان، زي the company is based in كايرو، ده المكان بتاعها. وعندي كلمه based on قائم على او مستند على، زي the film او the report is based on new data على بيانات جديده. بعد كده عندي كلمه اسمها on time و in time و at a time. كلمه on time معناها في الوقت المحدد كده، شوف انا بقى on time، قال لك the train arrived on time بالظبط، يعني الساعه 3 وصل الساعه 3 بقت on time. اما كلمه in time معناها في الوقت المناسب. الدرس الساعه 3 انت جيت 3 ل 10 او 3 وربع، في النص يا قبل بنص ساعه مثلا او ب10 دقائق او بعد ب10 دقائق، كده هتبقى in time. يبقى on time في الوقت المحدد، in time في الوقت المناسب. عندي كلمه at a time معناها مره واحده. ايه الفرق بين كلمه optimistic و pessimistic؟ optimistic متفائل، اما كلمه pessimistic متشائم. عندي كلمه productivity و production، productivity معناها الانتاجيه، productivity معناها الانتاجيه، اما كلمه production معناها الانتاج. بعد كده عندي كلمه suspension معناها ايقاف مؤقت، suspension ايقاف مؤقت. عندي كلمه suspense معناها تشويق وترقب، تشويق وترقب. كل ده فروق الكلمات بتاعتك بالمعاني بتاعتها. عندي كلمه commitment و complement. commitment معناها التزام، committed معناها ملتزم بحاجه
تمام؟ يبقى ده اللي اسمه commitment، التزام وتفاني. عندي كلمة compliment، مجاملة، حد قال لي شكرا، شكلك حلو النهارده، ميرسي يا ميس على كذا، ده اسمها compliment. خلاص؟ والكلمة دي أصلا فرنساوي جاية من كلمة compliment، معرفش انتوا بتاخدوا فرنش ولا بتاخدوا ايه بالظبط. عندي كلمة resources لسه قايلينها، الموارد الطبيعية، وسورس مصدر الشيء. بعد كده عرفنا كلمة source وريسورس لسه قايلينها. source معناها زي ما قلنا أنا وانتوا مصدر أو منبع، أما ريسورس هي الموارد الطبيعية أو المتاحة. وبكده احنا خلصنا ما شاء الله عليكم فروق الكلمات في كتاب المدرسة، تمام؟ والكتب الخارجية كلها متجمعة معاك في أقوى مراجعة لفروق الكلمات للتانية ثانوي الترم التاني. كده احنا جمعنا كل الفروق اللي هتبتدي بيها حبايبي تالتة ثانوي. ربنا معاكم. اتفرجوا على فيديو الجرامر وفيديو النوفل علشان تعرف تدخل تحل امتحانات وشوامل، ويلا بينا نركز في جرامر تانية ثانوي.